على منصه شهادنا دوت كوم على الميديا بننزل للناس في الشارع بنسالها عن تاريخ مصر القديم. حضرتك حابب تشارك معانا؟ هو في جوائز يعني وكده؟ طبعا في جوائز. ما انا بقول لحضرتك احنا بنسال 3 اسئله، كل سؤال ب 150 جنيه. وحضرتك في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها، ممكن تجاوب على السؤال الاول وتنسحب او السؤال الثاني وتنسحب، وممكن تكمل معانا لل3 اسئله. كل سؤال ب 150؟ كل سؤال ب 150. كام سؤال بقى؟ 3؟ هم 3 اسئله يعني ب 450؟ اول سؤال لا، اول سؤال ب 150، ثاني سؤال ب 150. طب انا ما ينفعش. ثالث طب انا سؤال عايز حضرتك قلت انا ماليش في التاريخ والاستاذ قال ما اعرفش ان فيها جوائز. لا اول سؤال ب 150. خد بالك عشان نبقى واضحين. انا ما اعرفش ان فيها جوائز. طب بعد اذنك عشان اوضح للاستاذ اكتر، اول سؤال معانا ب 150، ثاني سؤال ب 150، ثالث سؤال ب 200. وحضرتك ممكن تجاوب على اول سؤال وتقول لي خلاص كده انا اكتفيت، تنسحب عادي مفيش مشكله. هتكمل هتاخد ثاني سؤال، اكتفيت تقول اكتفيت، ثالث سؤال تجاوب وتاخد الجائزه كامله 500. ماشي اتفضل. ايه في مشكله كده الكلام؟ انا زعلان. انت المفروض كنت قلت لي فيها جوائز، كنت قلت لك ماشي. حضرتك انا سالت حضرتك قلت لي انا ما ماليش في اعرفش ان التاريخ. فيها فلوس. لا في فلوس، احنا بنسال ليه؟ ولو جاوب ال3 اسئله صح طب ما ممكن ينفعش نضاعف نخش المسابقه. بعديه والله بعد ما تساله طب وخلص؟ سيبها. طيب انا اقول لحضرتك طيب. بص صلي من على النبي. احنا معانا 3 اسئله، جاهز الاول؟ جاهز اتفضل. معانا 3 اسئله بنتكلم عن تاريخ مصر القديم. تاريخ مصر الايه؟ القديم. اول سؤال بيقول ايه؟ من كان يحكم مصر في 1930؟ هديك 3 اختيارات. تمام. الملك فؤاد الاول، محمد نجيب، انور السادات. ركز في السؤال. من كان يحكم مصر في عصر 1930 سنه 1930؟ الملك فؤاد الاول، محمد نجيب، انور السادات. محمد نجيب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده انتوا بتصوروا؟ بنصوره تلفزيون. برنامج ايه؟ مسابقات. ايه؟ مسابقات خير، في حاجه؟ بالله عليك انا عاوز اشارك معاك. طب انا مع الاستاذ دلوقتي بس. بالله عليك. حاضر خلص مع طب الاستاذ. بعديه، انا بعديه. ماشي بعديه. انا طيب. بعديه بالله عليك. طب ممكن حضرتك تيجي بس كده عشان الكادر بس بالله بتاع عليك الكاميرا؟ انا عاوز احضر التصوير. بالله عليك عمري ما طلعت في كاميرا. طب مش هينفع لازم نشوف شغلنا. طيب هنقف مش متكلم، هنقف مش متكلم، طيب هنقف مش ركز. بس أنا بعديه، اسمك ها؟ اسم الاستاذ ايه؟ بص يا استاذ احمد ركز في السؤال كويس. وانا محمود ان شاء الله. طب حاضر ثواني اتكلم مع الاستاذ بس. من كان يحكم مصر في سنه 1930؟ الملك فؤاد، محمد نجيب، انور السادات. انور السادات. في ايه؟ جاوب غلط. الاجابه غلط. الاجابه غلط؟ الاجابه غلط. خلي بالك هو اللي الاستاذ ده هو اللي دخل واختاره اصلا زوج. هو المفروض ان هو شايفني واقف، انا مش عارف هو بتكلم والله. يا استاذ بقى بالله هو عليك. شايفني واقف صاحب خلاص يا عم انا مش ممكن معلش. الغي المسابقه، ممكن الغي المسابقه. انا معلش. مش بتكلم يا عم معلش والله، قول له. بس بالله قول له عليك. السؤال تاني. معلش ركز في هو السؤال ده بالله عليك، ما دخل تتكلمش. أهو. بالله عليك ما تتكلمش. أهو. ما تسكت بقى يا استاذ، خلينا خلاص. نركز. استاذ احمد ركز في السؤال، انا عايز اساعدك. عايز اساعدك وعايزك تكسب. اتفضل. من كان يا استاذ بالله انت خلي بالك وترتني انا شخصيا يا استاذ. خلاص والله مش استاذ احمد، من كان يحكم مصر في سنه 1930؟ الملك فؤاد الاول، محمد نجيب، انور السادات. الملك فؤاد. اجابه صحيحه 100%. إجابة صحيحة. كده فعلا اول سؤال اتسال الاستاذ احمد اجابه صحيحه. الملك فؤاد الاول كان بيحكم مصر عام 1930. انا كده كنت عارفها بس ما رضيتش اقولها. الحمد لله كسبت. يا استاذ بالله عايز اكمل الحوار بالله ماشي عليك. والله. كده حضرتك كسبت معانا اول 150. تمام ماشي اتفضل. السؤال الثاني كده بقى ممكن ياخد نكمل 150 جنيه ولا تاخد الظرف ب 150؟ لا نكمل يا عم في انت مش شايفني واقف بتكلم، مالك في ايه؟ نكمل يا عم. أصل هو الفرصة معاك كبيرة. يا استاذ. يا عم مش معايا ولا اعرفه انت ايه يا ابني؟ خلاص يا استاذ سيبنا نكمله بقى. يا عم الفرصة كبيرة. سيبنا نكمل. نكمل. أنا واقف. يا عم ده هو الراجل قال لك أنا واحد بحب عمال لك معايا الخير. هيسالك. يا عم ماشي أنا يا بحب أستاذ لك بقى. الخير. خلاص يا باشا بعد أستاذ. اذنك انت واقف بس. يا عم الاستاذ انا بحب لك توترنا على فكره الخير. خلي بالك. انا بحب استنى لك بقى يا أستاذ الخير عشان- والله. والله يا بحب باشا لك كلنا يا الخير. أستاذ، كلنا هنتسال وكلنا هنكسب. يا عم أنا- طب والله بحب لك الخير يا عم. يا عم ما انا بقول لك تقوليش كمل. الخير. يا استاذ ما تصبر، ما كلنا هنتسال يا استاذ، اصبر. ممكن اشوف شغل بعد اذنك؟ استاذ احمد تاني معلش، حضرتك كسبت معانا اول 150. تمام يا باشا. حضرتك حابب اتفضل. تكمل أنا هكمل. ولا حابب تنسحب؟ لا انت مش قلت 3 اسئله؟ 3 اسئله. هكمل لا 3 حضرتك ممكن أسئلة. تنسحب من السؤال الاول عادي. لا يا باشا هكمل. كمل. هكمل. السؤال الثاني، الجنيه المصري في 1930 كان يساوي 90 قرش، 100 قرش، 120 قرش. 100 قرش. 100. 100 قرش. 1000 مليون مبروك. إجابة صحيحة. اجابه صحيحه. الله ينور عليك حبيب قلبي. كده 300. نكمل. اثبت على ثبات. نكمل. طب نكمل. بعد اذنك ثواني يا باشا. هو الاستاذ مع حضرتك ولا مع مين؟ انا مش عارف الاستاذ مع مين. يا عم انا بفرح له. مش معايا ولا والله أعرف. بفرح له. انا بفرح للناس. في ايه يا عم؟ ماشي، 300 ماشي. جنيه يا عم. بعد اذنك الله ينور بعد عليك. اذنك بعد اذنك استاذ احمد. كده حضرتك جاوبت على سؤالين ب 300. جاوبت على سؤالين اتفضل اسال. ب 300. السؤال حضرتك التاني. فيك تنسحب
ولا نكمل لا السؤال الثالث؟ كمل يابا كمل. وحضرتك يا استاذ احمد يا عم طب كمل. ممكن بعد اذنك طيب نكمل الحوار معلش. هكسبك صدقني، اصبر عليا. انا اسف. استاذ احمد تاني انا معلش. شجعت بس والله فرحت. طيب يا عم استاذ هو احمد، هيسالك بعد ما يخلص معايا خلاص. بس اوعى أستاذ تنسحب أحمد. نكمل. يا استاذ احمد فيك تنسحب بعد السؤال الثاني كده، حضرتك كسبت معانا 300. تنسحب بعد ال 300 لا، ولا مش تكمل السؤال هكمل. الثالث؟ لا لا كمل. يعني حضرتك نكمل. مصر انت تكمل لحد ال 500؟ الله ينور عليك. الله نكمل. حضرتك عايز تكمل لحد ال 500؟ ايوه يا عم نكمل في ايه؟ استاذ احمد السؤال الثالث، كام كان اعلى مرتب في مصر عام 1930؟ 10 قروش، 30 قرش، 100 قرش. 100 قرش. ألف مليون مبروك، إجابة صحيحة يا أستاذ أحمد. الله اكبر عليك حبيب قلبي، كسبت 500. يا عم لا في يا استاذ. هو قال لك هيسالك بعد ما يخلص. ما كسبنا يا عم ال 500. يا عم كسبنا ايه؟ لا مش ال 500 يا عم، انا كنت بشارك معاه يا عم. بتشارك انت قلت ايوه بشارك معاك ال 500. يا عم خد يا عم عم أنا كنت ما بشارك. بكسبش. لا 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 هو بكسبه يا استاذ. أنا عايز أكمل. يا استاذ احنا هنتسال بعديه يا استاذ. يا عم انا خلاص يا استاذ سيبه، خلاص سيبه. أستاذ أحمد حضرتك جاوبت كده على 3 أسئلة، أول سؤال ب 150 وتاني سؤال ب 150 يبقى كده 300، وأهم سؤال فيهم اللي هو ب 200 آخر سؤال، كده حضرتك كسبت معايا الكام؟ 500. صح ثواني يا أستاذ بعد إذنك يا أستاذ، إحنا كان مسابقتك كانت بتتكلم عن تاريخ مصر القديم عام 1930، وحضرتك جاوبت معانا على ال3 أسئلة. ألف مليون مبروك. الظرف بتاع حضرتك بتاع ال 500 عشان أكون صادق مع حضرتك. حضرتك ممكن تتوجه للكاميرا. الف مبروك والله فرحتنا حبيبي. خلاص يا استاذ، حضرتك توجه للكاميرا بعد اذن حضرتك. خلاص يا صاحبي. حضرتك ممكن تطلع الفلوس وتجيبها قدام الكاميرا بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. الاستاذ كتب معانا ال 500 والمسابقه بتاعتنا 1930 تاريخ مصر القديم. 500 حضرتك جاوبت 3 اسئله. يا عم 500 انت مش قلت لي 500 جنيه؟ انا ما جبت سيره الجنيه، احنا بنتكلم في 1930. هو ايه اللي 1930 انت قايل له 500 يا باشا؟ ايوه انا قايل لك 500 يا عم فعلا. خد في داهيه. ايوه يا استاذ، ايوه يا استاذ احمد كلامك صح. يا عم انت قايل له 500. ايوه ما انا اديت حضرتك 500. يا عم هم دول 500 جنيه. هيحطوهم في لا مش جنيه. الحلقه. ثواني يا استاذ حضرتك فاهم غلط. دول 500 فعلا هم، بس مش 500 جنيه، احنا بنتكلم في 1930. يا عم نعمل بيهم ايه دول يا تانا؟ هيحطوهم في الحصاله. يا عم نعمل يا عم خد في داهيه تاخد هو استاذ تبعك يا استاذ ولا ايه؟ بس هو عايز ايه بالظبط؟ يا عم خليك انت معايا بعد اذنك، انت مش قايل لي 500 جنيه؟ هم دول 500. على فكره ما اقدرش اجيب 500. باذن حضرتك يا عم ارفع فوق الكاميرا اللي معاك يا عم. حضرتك فاهم غلط. بص يا استاذ، احنا اسئلتنا بتقول يا عم انت قايل له 500 جنيه. والله ما قلت 500 جنيه. لا قايل له 500 يا باشا، اعمل بيهم ايه انا دول؟ 500 بس والله. يا عم دول انا اعمل بيهم ايه انا؟ 500 قرش. فاضل انا ما جبت 6 جنيه والله. فاضل انا نص جنيه مسابق. على 500. فاضل نص جنيه على 500. يا عم غير كده تاخد امك وانت مش قايل له 500 جنيه. استنى بس. انت مش قايل له 500 جنيه. ايه يا عم؟ يا عم غير كده. معنا يا عم هو اللي معنا. يا عم هو مالك والله هو في هزار بالشكل ده يعني؟ انت معاهم انت كمان. صلى على النبي، صلى على النبي. ايه ده؟ صلى على النبي، صلى على النبي. مالك يا عم روق يا عم. انا يا جدعان. روق يا عم. انا بقول لك صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كل ده مش حقيقي. يعني انت اصلا معاهم انت كمان؟ هو راس الافعى والله. في كاميرا هنا صورت هيعمل النصر تعالى. كل ده مش هيعمل النصر تعالى. كل ده مش هيعمل. هو كده صلى على النبي. ايه كده صلى على النبي. عم روق بقى في ايه؟ ومفيش هزار بالشكل ده صح؟ النصر معاك كل سنه. ما تهزرش معاك لا لا كل ده كان هزار. مش عاوز تكسبني في ال 500 جنيه. ده اللي كان مرضيه ده. ده اللي كان مرضيه. حاسب من المقالب، اوعى يجيلك علي ممدوح. انت بتلعب مع تعالب، احذر منهم لما تروح. ستوب رايح فين؟ ستوب رايح فين؟ الدور على مين؟ عملنا كمين؟ حاسب حاسب من المقالب.